بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن عروض وحوارات شركة ديدي المجنونة. شركة ديدي فعلا شركة ما تفهملهاش اي حاجة. زي ما قلنا قبل كده، شركة عاملة زي الثعلب، بس موضوع الثعلب ده قلب بغباء شوية، او قلب مش عارف بمصلحة، قلب بايه بالظبط. انا شايفها ان هي شركة مجنونة. يعني اليومين دول عامل لك، بص، بيقول لك 20% زيادة في عطلة اخر الاسبوع وعشان راس السنة والحوارات اللي دايرة اليومين دول. فهو طب اشمعنى؟ طيب هو دلوقتي في عطلة نهاية الأسبوع أو في آخر السنة أو في بداية السنة الكابتن بيحط بنزين، وفي نص السنة أو في الأيام العادية، أو مثلا بعيد عن الصيف، بعيد عن المواسم، الكابتن بيحط مية ولا إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم. يعني دلوقتي أنتوا فهموا الناس تشتغل معاكم إزاي؟ عمالين تجروا رجل الناس ببونص، ويقول لك مش عارف النهارده 13 رحلة من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 12 بالليل تاخد 160 جنيه، وبعت لي عشان انا ليا فترة ما اشتغلتش في دي ببونص ب 1000 ونص، واحد تاني بعت له بونص ب 1000 جنيه. طب في ايه يا جدعان؟ انتوا بتجروا رجل الناس ولا انتوا عاوزين الناس تشتغل معاكم وبعد كده تنزلوا الاجره؟ انا مش فاهم شركه ديدي هي عاوزه ايه. فانا النهارده جاي اعمل فيديو سريع كده على السريع، رساله لشركه ديدي: بعد اذنكم فهمونا، عرفونا، عرفوا الكابتن يشتغل ازاي. احنا دلوقتي مش عارفين. يعني في الصيف كنا بنقول شركه ديدي حلوه، شركه ديدي كويسه واشتغل وزيرو عموله ومش عارف ايه. وقفوا زيرو عموله عند بعض الناس وشغلوه عند بعض الناس اللي هم بياخدوه ده دوما، يعني على طول بيخلص زيرو عموله يخش في اللي بعده. ده مشغله عنده ما فيش اي مشكله. الناس التانيه مديله 5%. النهارده امبارح بالليل مديني 5% لمده يوم بجنيه، رحت واخده قلت مش مشكله. النهارده نزلت اشتغل كام رحله كده الصبح، لقيت الاسعار الى حد ما هي مش حلوه قوي، بس الى حد ما اعلى من الرحلات الفتره اللي فاتت. طب انتوا في ايه يا جدعان؟ طب احنا مش عارفين نقول دي وحشه ولا دي حلوه ولا في ايه بالظبط. فبعد اذن شركه ديدي يا ريت تظبط الاسعار، تخلي اسعارك ثابته، تخلي الدنيا معاك، خلي اللي شغال معاك فاهم هو شغال ازاي. برضك خلي بالك، انا مش بتكلم على ديدي بس، انا بتكلم على ان درايفر، على اوبر. كريم دي في حته لوحدها ملناش دعوه بيها. يعني برضك مش مفهومه هي كمان. فالشركات دي بتحسسنا ان في اخر الاسبوع او مثلا في وقت الذروه او كده الكابتن بيحط بنزين، وبيحتاج ان هو ياخد فلوس اعلى، او بيحتاج ان هو تبقى الموضوع مجزي معاه. لكن في الاوقات التانية مفيش اي، يعني ما بيحطش بنزين، بيحط ميه، بيعمل اي حاجه في العربيه ما تفهموش الدنيا ماشيه ازاي. المشكله كلها ان شركه ديدي معتمده على الكباتن اللي واخده بلوك من اوبر، معتمده ان هي عندها موديلات اقل من اوبر، معتمده اللي هي عماله تدخل في كباتن وتقول للكباتن ان لو دخلت فلان هتاخد مش عارف قد ايه، ومعتمده على الكلام ده. معتمده على ان في ناس اعتمدت على الزيرو عموله وشغاله عليها من فتره، معتمده على ناس كتير اكتر مثلا من اوبر. اوبر عامله مشاكل وعامله بلوكات، دي ممكن باي بطاقه ممكن تضرب ابلكيشن وتقدر تعمل اي حاجه سهله جدا. لكن اوبر صعب شويه ومضيق الدنيا قوي، وهم عندهم ممكن حاليا اكتر من اوبر في عدد الكباتن عشان هم بلوكاتهم اقل من اوبر. فهو معتمد على النقطه دي. طب ماشي، معتمد على النقطه دي، اشتغل صح، عرفني راسي من رجلي، عرفني الرحله حلوه وحشه، عرفني اي حاجه يعني ابقى شغال وانا فاهم انا شغال معاك. انا لو شغال معاك ومداوم معاك انا هتجنن بصراحه. كتر خير الكباتن اللي شغاله دي بس. فيا ريت يا ريت الشركات دي تعرفنا. يعني احنا ساعات نقول شركه دي وحشه واسعارها زي الزفت، ساعات تلاقيها كويسه. طب احنا مش عارفين هي وحشه ولا هي كويسه ولا ايه. بس يعني برضك بنبه على الكباتن ان انت حاول، هي حلوه اشتغل، هي وحشه ما تشتغلش. يعني ما تاخدش رحله غير الرحله اللي تجازي معاك او تبقى كويسه معاك. يعني دلوقتي انت عندك قطع غير غاليه، عندك بنزين، عندك ده عندك ده عندك ده، والشركات مش حاسه بيك. فانت تعمل ايه؟ حس انت بنفسك يا عم. يعني اقول لك على حاجه، لو انت مثلا النهارده اشتغلت وخدت رحله بسعر عالي او خدت رحله بسعر كويس، انت هتتعود على كده. العميل اللي ركب معاك هيتعود على كده، هيتعامل كده مع الكابتن اللي هيركب معاك بعديه. في عملاء بيقول لك اصل انا ركبت مع فلان، اصل انا ركبت مع علان، مالكش دعوه بيه. والكباتن اللي بتخطف وبتاخد اسعار تعبانه والكلام ده مالناش دعوه بالناس دي. انت خليك في نفسك، اشتغل سعر الرحله صح، حاول تكون فاهم، حاول ترفض الرحلات اللي مش كويسه، حاول ما تروحش اماكن مش كويسه، حاول في فليكس بقى، في اندرايفر، في اي داهيه تاخد الرحله اللي تكون الصافي بتاعها كويس بالنسبه لك. دي يا عم مشغله لك زيرو عموله، اشتغل على الزيرو عموله، ناس كتير شغاله عليها ومبسوطه وزي الفل. معكش زيرو عموله حاول تاخد 5% وبرضك تاخد الرحلات اللي هي الكويسه. فيعني انا بحاول ابعت رساله للشركه من خلال الفيديو ده، يا رب بس يوصل. وبحاول برضك ابعت رساله للكباتن ان انت ما تاخدش حاجه مخسره معاك، وما تقولش دي حلوه ولا دي وحشه. لا، كل شركه خد منها اللي انت عاوزه، بس الشركات دي واخدك مصلحه، انت برضك خدها مصلحه. خلص الموضوع على كده.
بس انا حبيت يعني من دقيقي من دي وزفت، فقلت اعمل الفيديو ده. انا بصراحه الواحد متضايق يعني، يومين حلوين ويومين وحشين ويوم فوق ويوم تحت. يا عم ما تعرفونا الدنيا فيها ايه، احنا مش يعني مش في متاهه في ايه. خليك عندك مبدأ، خليك يعني ماشي بنظام واحد، عشان انا برضك انا اعرف اشتغل معاك ولا ما اشتغلش. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس هيوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. ولو انت معايا على الفيسبوك اعمل متابعه واعمل لايك وحط رساله برايك في الموضوع. وقبل ما تقفل الفيديو نعمل ايه؟ هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.